دكتور يحيى عمارة، رئيس لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الروائي بمهرجان من المهرجان الدولي للسينما المقهى بتازا العامرة، الدورة العاشرة، دورة السينمائي الراحل محمد الركاب. يعني وكذلك بوصفنا كمشاركين مشاركا في الحفل توقيع ديوان شعر كرنفال الحب. أريد أن أقول كلمة في حق هذا المهرجان الذي يعني كان في المستوى المرجو وفي المستوى المنشود بكل، من حيث التنظيم ومن حيث الفقرات ومن حيث البرامج وكذلك من حيث الحضور ومن حيث المتابعة. يعني صراحة أن هذا المهرجان يعد محطة مهمة في عالم الفن والإبداع بمدينة تازا العامرة وبالمغرب وبالوطن العزيز المغرب. فانطلاقا من المتابعة ومشاهدة الأفلام وتقويمها ويعني وتتبع فقرات البرنامج المهرجان الدولي، كانت هناك فعالية وهناك تفاعل وهناك يعني آفاق مرجوة لهذا المهرجان، حيث أن هناك أفلاما من العراق الشقيق ومن إسبانيا ومن فرنسا وبطبيعة الحال من المغرب الذي كانت له حصة الأسد بالنسبة للمخرجين والمخرجات الشباب المغاربة. يعني فهذا يدل على أن هذا المهرجان يعني يؤكد أن الرسالة التي يريد أن يعمل بها ويسعى إليها وهو تأسيس يعني إضافة أسماء جديدة تؤسس للأفق السينمائي المغربي وللأفق الفني المغربي المستقبلي. ونحن نشد بحرارة على هذه الفكرة وعلى هذه التظاهرة التي أعدها شخصيا أنها يعني تظاهرة دولية بكل المقاييس، نظرا حضور الأفلام المشاركة ونظرا كذلك للمسابقات. وقد يعني تم توزيع الجوائز في الاختتام في هذه التظاهرة، وكانت اللجان تقريبا كل اللجان في المستوى الفني وفي المستوى التقويمي لهذه الأفلام المشاركة بكل الأصناف، الفيلم الروائي والفيلم الوثائقي والفيلم القصير إلى غير ذلك. ويعني ماذا عسى أن أقول، وهو أن هذا المهرجان يعني يستحق الامتنان، يستحق الشكر لكل منظميه وبالخصوص مدير المهرجان الأستاذ والناقد الدكتور سي عزيز زروقي، وباقي الإخوة باقي الهيئة التنظيمية، فلهم الشكر والامتنان لهم التوفيق في المستقبل. وندعو إلى مساندة هذا المهرجان بكل ما نستطيع، لأنه في حاجة إلى المساندة، لأن لديه رسائل مهمة جدا بالنسبة لعلاقة السينما بالإنسان، علاقة السينما بالوطنية، علاقة السينما بالرسائل النبيلة بالقيم الإنسانية السامية. فالآن الوقت هو وقت السينما، هو وقت الفن، هو وقت الرجوع إلى الفنون، لكي يستطيع المواطن المغربي أن يقرأ ذاته قراءة صحيحة وأن يبني وطنه بناء صحيحا، يستمر في بناء هذا الوطن العزيز عن طريق، لأن الفن يقدم لنا رسائل النبل، يقدم لنا رسائل تعايش، يقدم لنا رسائل السلام، يقدم لنا رسائل لا نجدها في أي ميدان آخر إلا في ميدان الفنون. وشكرا لكم.